أهلا متتبعاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي وفي الفيديو ديال اليوم. بغيت نشارك معكم هاد الحرشة هادي اللي تقدموها الضيوف ديالكم اولا في المناسبات، كتجي لذيذة بزاف وهشيشة وخفيفة وما كتاخدش منكم وقت. فندوزو لطريقة التحضير. غادي تاخدوا واحد الكيلو ديال السميدة، تضيفوا عليه واحد 3 المعالق ديال السكر. بالنسبة للسكر على حسب الذوق، الا كيعجبكم السكر قوي وما كيعجبكمش ممكن تنقصوا من الكمية. غادي تاخدوا واحد الساشي ديال خميرة الحلويات، وغادي تاخدوا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه وواحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز. هذه هي الاضافه اللي انا زدتها في هاد الحرشه هذه لخميره الخبز، لانني قبل كنت كنديرها بلا خميره الخبز وما كانتش كتجي زوينه. اكتشفت ان ديك الخميره ديال الخبز كتخلي الحرشه ديالكم كتجيكم فتيه من الداخل وكتنفخها شويه، كتجي زوينه. والسر ديال الهشاشه ديال الحرشه ديالكم باش تعطيكم داك اللون وتجي معكم هشيشه، فكديروا نص كاس ديال الزبده مذوبه مع نصف كاس ديال الزيت المائده ديال الطبخ، وكتخلطوهم وكتحاولوا انكم تبسبسوا ديك السميده مع ديك الزيت مزيان حتى كتدخل لكم في الخليط كامل وكتحسوا بها انها تبسبسات. شوفوا كيفاش انا كنقلب، يعني راه السميده كامله خصها حتى نتاكد انها دخلت فيها هذيك الزبده والزيت اللي انا خلطتهم. وكنخلط هكذا غير المكونات النواشف مع بعضها. من بعد غادي نجيب واحد الزلافه وغادي نقص منها، غنحيدو شويه ديال السبيده باش نخليو باش اننا نقرصوا فيها، لانكم ياكم الا ما بسبستوهاش في هذه المرحله هذه مزيان دخلتو فيها هذيك الزبده فراه ما غاديش تنجح معكم الحرشه. وحاولوا انكم الا كان عندكم الوقت يعني تخليوها ترتاح شويه. هنايا جبت زلافه، حيت شويه ديال السميده فاش نقرص. صافي دابا غادي نجيب الماء على حسب الخليط. يعني الماء انايا هنايا راني كنعجنها الحرشه خاصها تكون خفيفه، ما خصهاش تكون ثقيله. وياكم باش انكم تعجنوها الحرشه ما كتعجنش نهائيا، فقط يعني كنبقاو او نحركوا فيها ونحركوا غير بيدينا. وانتم في الاول من التخليطه حاولوا انكم ديروا لها كميه كبيره ديال الماء، حيت في هذيك التخليطه الاولى ديالها الا ما عطيتوهاش الماء فكتجيكم قاصحه وكتبقى تكلل لكم. فاعطيوها الماء من الاول وإلا شفتوا انكم عطيتوها الماء بزاف كاع فخليوها تشرب شويه وعاد نوضوا نقرصوها. هنايا انا مازال غادي نزيدها شويه ديال الماء. كما قلت لكم الحرشه كتجي خفيفه وما كتستعجنش نهائيا، فقط كنخلطوها بيدينا غير بالصبعان ديالنا هكذا، غير كنحاولوا اننا نجمعوها. حتى غادي نوريكم الخليط كيفاش غادي يكون. هانتوما صافي دابا هنايا راها واجده ليا. هنا شديت مقله ديال الحرشه، دهنتها بشويه ديال الزبده ورشيتها بالسميده. بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يكرسوا الحرشه فديروا هذه الطريقه، راها كتجي ناجحه. فبهذه الطريقه هذه كما قلت لكم راها كتجي ناجحه وكتمكن لكم باش انكم تحكموا في الشكل كيف بغيتوها. وكذلك فاش كتحطوها طيب فكطيب لكم قاده. راه التقريصه الاولى هي اللي عليها كل شيء، فإلا ما قديتوش ليها التقريصه راه حتى هي عندها دور. هنا كنبقى غير كنقرص ابدا في الاول حتى الاخير، عاد كنبدا نقاد ليها الجوانب مزيان. صافي هنايا بديت كنرش بالسميده باش نقاد لها السطح ديالها، ما نخليش دوك الصبعان ديالي هكذاك مرسومين. يعني كنبدا نقرص بالكف ديال ما كنبقاش نقرص بالصبعان. صافي هكذا باش كنحيد هذوك وغادي نجيب واحد المعلقه وغادي نقاد ليها هذوك الجوانب ديالها. فتحذفت لي اللقطه اللي كنت كنقاد فيها الجوانب المعلقه وصافي. وكنديرها طيب. بالنسبه للطياب كطيبوها على درجه حراره مهيله، ما كتجهدوش البوطه. هذا هو من الاخطاء اللي كنت كندير في الحرشه، انني كنت كنطيبها على بوطه مجهده. فما طيبوهاش على بوطه مجهده، نقصوا يعني ديروها على درجه حراره متوسطه وطيبوها هكذا. وفاش تتحمر لكم كامله من التحت كتقلبوها وكتخليوها عاوتاني تحمر وفقط. يعني ما كتحتاجوا لا بهذه الطريقه ما كتحتاجوا لا ديروا لها زيت من الجناب لا حتى حاجه، كتجي هكذاك وكتجي هشيشه ولذيذه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما طابت. كنتمنى انه الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في مزيد من الوصفات. الى اللقاء.